السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية عواشركم مبروكة ورمضان كريم. جبنا لكم هاد الدار جات على الشارع ديال القابلية. بالنسبة للدار فيها كراج ودوش لتحت، وفيها جوج طبقات الفوق ومحل في السطح. بالنسبة للدار جات على الشارع، كما كتشوفو هذا الكراج كبير جا على الشارع. كنعتذروا على هاد التصوير السيد اللي صورها معرفش كيفاش يصورها. المهم اللي مهتم بهاد الدويرة يجي يشوفها مباشرة، ان شاء الله يكون خير. بالنسبة للدويرة جات مزيونة، جات على الشارع. بالنسبة للدار جات المساحة ديالها صغيرة، المساحة ديالها 45 متر. فيها جوج طبقات والكراج لتحت ومحل في السطح. بالنسبة للموقع ديالها، جا الموقع مزيان. الدار مصلوحة. كنعتذروا على التصوير، يعني التصوير ماشي في المستوى. بالنسبة للثمن ديال الثمن ديالها 42 مليون. الدار فيها الماء، فيها الضوء، فيها كلشي ديالها. بالنسبة للدار جات مزيونة، يعني جات على الشارع، ما دخلاش في الدرب ولا شي حاجة. يعني المحل فيها كراج تجاري، يعني كراج على الشارع كما كتشوفوا، على الشارع ديال شارع القابلية. كما قلت لكم في الاول، يعني التصوير ناقص، الدار ما واضحه شي في التصوير. ولكن اللي مهتم بهاد الدار يجي ويشوف الدار بعينه ان شاء الله ويكون خير. بالنسبه للدار مزيونه، الموقع ديالها مزيان، يجي على الشارع، فيها المحل التجاري، وجات قريبه لكل شيء. يعني قريبه للثانويه محمد السادس، قريبه للبحر، قريبه للبلديه ديال مرتيل، قريبه لكل شيء. جايه في السنطار ديال مرتيل. المهم حتى لهنا خلوكم. اللي مهتم بهاد الدار، احنا نخليكم النمرة ديال التليفون يتواصل معنا ان شاء الله. كما قلت لكم، هي الدار جات على الشارع، وفيها كما قلت لكم الكراج والدوش لتحت. وفي الطبقة الثانية فيها الطبقة الأولى والطبقة الثانية ومحل في السطح. بالنسبة للسطح الدار هو هدايا. بالنسبة للدار مزيونة، يعني عاد التصوير، الجودة ديال التصوير اللي ناقصة، ما واضحاش فيها الدار. بالنسبة للثمن ديالها كما قلت لكم 42 مليون.